رئيس الحدث والمدير التنفيذي لمكتب ساعة الأرض في السعودية عجلان العجلان. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. حياك احنا فكرنا ترى نطفي الكبوس حقتنا اللي هنا والأنوار ونولع شموع، يعني تفاعل مع ساعة الأرض، بس الظاهر بكرة بيسوونها الزملاء يعني في برنامج سيدتي. خلينا نسألك، ساعة الأرض هذا الحدث العالمي هل هو في وقت واحد كل دول العالم تتشارك فيه انها تطفي الانوار ولا وش قصته؟ طبعا الحدث العالمي ساعة الأرض تشارك فيه تقريبا 162 دولة حول العالم. إيه؟ طبعا كل دولة تشارك في وقت محدد اللي هو الساعة 8:30 مساء في يوم السبت 19 من شهر مارس الحالي، حسب التوقيت المحلي. حسب التوقيت المحلي لكل مدينة. تعرف دول العالم يختلف الليل عن النهار، لكن حددت الساعة في الساعة 8:30 لغاية الساعة 9:30 لمدة ساعة واحدة بإذن الله تعالى. طيب الهدف من ساعة الأرض؟ طبعا ساعة الأرض هو والنشاط اللي فيها، بس هل تطفئة الأنوار في الأماكن العامة ولا وش؟ طيب يعني في أشياء أخرى؟ نعم، ساعة الأرض طبعا هو حدث أضخم حدث بيئي على مستوى العالم، انطلق 2007 والمملكة العربية السعودية مجموعة من الشباب المتطوع الذي يدرك أهمية البيئة والترشيد استخدام الطاقة، تعاونوا مع بعضهم البعض للاتحاد مع بقية دول العالم بتنسيق من إحدى المكاتب الدولية في سنغافورة، مكتب ساعة الأرض في سنغافورة. طبعا الحدث الرئيسي في ساعة الأرض هو إطفاء الإضاءة لمدة ساعة واحدة من 8:30 إلى 9:30. طبعا إطفاء الإضاءة الهدف منه هو رسالة، نبعث رسالة رمزية دلالية بحيث المجتمع إذا أطفئت الإضاءات، الميادين، الشوارع، المعالم، يثار لديه عدة تساؤلات: لماذا أطفئت؟ فعندما يبحث عن الإجابة يجد أننا نوعي المجتمع ونرسل الرسائل هامة عن البيئة والعناية بالبيئة من التلوث، خاصة السلوكيات في الوقت الراهن تتزايد من قبل المجتمعات في الإضرار بالبيئة، وينقصنا وجود جهات كبيرة في دول العالم تتضامن مع بعضها البعض من أجل إرسال رسالة واحدة، ونحن اجتمعنا في هذه الدول مع بعضنا البعض من أجل أن نوحد الرسالة في حدث واحد. طيب بكرة 8:30 مساء، نتكلم عن بكرة يوم السبت، وش اللي بيصير عندنا؟ حقيقة فريق ساعة الأرض السعودية بدأ منذ وقت مبكر بالاتصال بعدد من الجهات الحكومية، القطاع الخاص، التواصل معهم بخصوص هذا الحدث. تواصلنا مع عدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية، تعاونوا معنا من أجل بث خطابات رسمية إلى جميع أمانات المملكة. أيضا قمنا بإرسال خطابات أخرى ندعم الخطاب الأرسل للبلدية من أجل التفاعل بشكل أكبر. حقيقة في البداية تفاعل معنا أمانة منطقة الرياض مشكورة، والتي كل سنة تشاركنا هذا الحدث، طبعا ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة. طبعا حقيقة أشكرهم جزيل الشكر، حقيقة إدارة رائعة، التواصل معهم سريع، لديهم مبادرات. سنقوم بإذن الله تعالى بإطفاء عدد من الأنوار في الرياض، طبعا عدد من الشوارع، طريق الملك فهد حيطفى بإذن الله تعالى كاملا بإذن الله تعالى الساعة 8:30 للساعة 9:30. أيضا شارع موسى بن نصير في شمال الرياض، إضافة إلى ذلك شارع عائشة بنت أبي بكر في غرب الرياض، وشارع الإمام أحمد بن حنبل في شرق الرياض. هذا هو الحدث الرئيس، بالإضافة إلى مباني برج المملكة بيشارك. برج المملكة طبعا هو شريك لنا ذهبي في هذه الحدث، سيطفئ الإضاءة بإذن الله تعالى. أيضا سيكون هناك تواجد إدارة الحدث ساعة الأرض والفريق التطوعي في برج المملكة، يتواجد لدينا حائط للتوقيع التعهدات. ندعو جميع الإخوة المتواجدين معنا، الإعلاميين، للمجتمع السعودي بشكل كامل، التواجد معنا والتوقيع على حائط التعهدات بالحفاظ على البيئة والطاقة، والإجابة على التساؤلات، وعرض بعض المقاطع التوعوية إن شاء الله في الحدث، إضافة إلى كتابة اسم ساعة الأرض السعودية بإذن الله تعالى في نفس المكان. أيضا شاركت معنا المنطقة الشرقية، نشكرهم حقيقة، تفاعلوا معنا تفاعل جميل. سيكون الدمام، الخبر، الظهران مشاركة. أيضا الجبيل، الهيئة الملكية للجبيل، مدينة الجبيل الصناعية سيتفاعلون معنا تفاعل كبير. طبعا في الشرقية سيطفأ شارع الملك عبد العزيز، شارع الملك عبد الله، شارع الأمير محمد بن فهد، شارع نجد، شارع الخليج، من ضمنه دوار الصدفة. طبعا بالنسبة للجبيل الصناعية مبنى الهيئة الملكية سيطفأ بالكامل. أيضا تقريبا حوالي 82 مسجدا سيطفأ، إضافة إلى ذلك 43 مدرسة وجهة أكاديمية ستطفأ في الجبيل، إضافة إلى ذلك قاعدة المؤتمرات. أيضا مهرجان تراث الشعوب سيطفأ بالكامل، وهناك شاشات للعرض المقاطع والتوعية، وجهود كبيرة. أمانة جدة انضمت لنا هذا العام بشكل رسمي، ستطفأ إن شاء الله المبنى الرئيسي للأمانة، إضافة إلى ذلك دوار الكرة وبعض المعلومات التي تردون إن شاء الله اتباعا. لازلنا نستقبل صراحة في تفاعل من كل المناطق. تفاعل يعني أول بديته كان بالرياض الظاهر بس، صح؟
والله احنا ثم صار ما شاء الله في اكثر مناطق المملكه يتفاعلوا معك. احنا كانت بدايتنا بسيطة جدا، فريق تطوعي صغير. بدأنا بإرسال المراسلات للجهات الحكومية وبعض القطاع الخاص والمباني. شغلكم تطوعي؟ كله تطوعي طبعا. جميع الإخوة اللي يتعاملون معنا على قولتهم يعملون بالمجان. لا يوجد لدينا ميزانيات ولله الحمد لله. أبدعنا بس عندكم رعاة؟ لا زال إلى الآن لا يوجد أي رعاة. عندكم رعاة؟ أبدا لا يوجد أي رعاة. يعني ما تدخلون ولا ريال من الشغل اللي تسوونه؟ للأسف ميزانيات الآن صفر. نتمنى أن يكون لدينا ميزانيات في المستقبل بتعاون الجهات الحكومية القطاع الخاص من أجل أن نفعل أدوار أخرى كتدريب كتوجيه كزيارات. مركز كفاءة الطاقة وذولي ما تعاونتوا معهم؟ كفاءة الطاقة حقيقة يعني اتصلنا فيهم وحاولنا نتعاون، لكن هم منشغلون بعدة حملات لديهم، فلعلهم إن شاء الله السنة هذه وعدونا إن شاء الله أنه بنهاية الحملة الأخيرة لهم سيكون إن شاء الله في تعاون مشترك. نقول إن شاء الله يعني نتمنى، لكن الجهات الأخرى نتمنى القطاع الخاص الجهات الحكومية تساعدنا في الدعم، لأن أنت عارف الأمور المالية الآن المتطوعين كل سنة يأتي فريق جديد ولا يوجد الاثنين ثلاثة هم الثابتين والراسخين معنا طوال هذه السنوات. فالبناء الكوادر من جديد يحتاج إلى وقت جدا صعب، والحمد لله يعني بلا ميزانيات استطعنا أن نصل إلى هذا إلى ما وصلنا إليه الآن. ساعة الأرض في الكهرباء السعودية بتسأل أي واحد في السعودية يقول يطفون الأنوار، يعني وصل الخبر. أول تسألهم تقول ساعة الأرض وكذا، ما في أي معلومات لدى المجتمع. أما الآن فالحمد لله وصلنا واستطعنا أن نصل بتعاون عدد من الجهات معنا كدعم لا مادي من قبلهم. طيب ساعة الأرض يعني ربطت في موضوع يمكن الإنارة أكثر شيء وتطفئة الأنوار، في حين أنها لا هي تبث رسائل يعني للحفاظ على البيئة بشكل عام. ما فكرتوا بعد أن يكون في أشياء أو رسائل أو أنشطة أخرى تتعلق مثلا بالحفاظ على البيئة من التلوث، الحفاظ على البيئة مثلا من رمي الأوراق والمخلفات على سبيل المثال، أمور كثيرة تتعلق بالبيئة والحفاظ عليها؟ طبعا التلوث والبيئة موضوع كبير جدا. تلوث الاحتراق، أيضا تلوث الصحاري في المملكة، النفايات، استخدام الورق، الأشياء، عدة أنواع من التلوث. ولكن البرامج، وضع البرامج، احنا نتمنى نضع البرامج، لكن مثل ما قلت لك البرامج تحتاج إلى دعم، سواء جهات حكومية تقوم تتبنى البرامج وتضع ميزانيات ونحن نقوم بالإشراف. نحن مستعدون، الدعم المادي مستعدون أن نتعاون مع أي جهة من أجل رفع درجة الوعي لدى المجتمع، إنشاء فريق تدريبي، التعاون مع خبراء البيئة، أساتذة الجامعات، يوجد خبراء بشكل كبير، ولكن لابد أن تستقطع من وقتهم من أجل خدمة هذا المشروع. فلا بد من دعم مالي يساعدنا ويدعمنا من أجل أن نكون كادر قوي يصل إلى ما نصفه إليه بإذن الله تعالى. أنا تعرفت على أكثر من ساعة الأرض قبل يمكن والله 4 أو 5 سنوات ما شاء الله عليك، وأنت مواصل كل سنة مع الفريق والزملاء اللي معك، هذا حقيقة شيء جميل. الحمد لله. توني أدري أنه الموضوع يعني جهد تطوعي تقومون فيه ما له أي علاقة ولا له أي دعم، وهذا شيء جميل، لأنه دائما عادة الأعمال التطوعية يعني تحتاج إلى نفس طويل، استمرارية من الأشياء اللي يمكن نفتقدها في بعض الفرق التطوعية، الأعمال التطوعية. لكن وجود عمل تطوعي يدار بطريقة مؤسساتية جيدة ويستمر، الحين هذه كم سنة تقريبا؟ الآن احنا نشارك الموسم السابع على التوالي. 7 سنوات وأنتم مواصلين ما شاء الله تبارك الله، وتطفون أنوار علينا كل سبت. كم تاريخ؟ إن شاء الله يوم السبت 19 مارس بإذن الله 19 مارس كل سنة 19 مارس طفونا الساعة 8:30 9:30 يختلف حسب الأجواء. ننسق مع حماية الأرصاد والبيئة من أجل المناخ في دول العالم جميعا، لأن أحيانا يصير في موجات غبار فتسبب مشاكل في عمل الحدث. فالتنسيق بين الدول، يعني التنسيق الواحد بين الدول يعني هدك كبير يعني. فما بالك كل سنة يجي عندي فريق جديد وأبدأ أشرح الفريق. حتى نوجه رسالة للبيوت، يعني ترى فاتورة الكهرباء ارتفعت ما هي مثل قبل، تمام؟ هذا من النقاط المهمة، وجيد يكون عندي ترشيد، مو حتى بس ترشيد اقتصادي، هو ترشيد اقتصادي بيفيد رب الأسرة وبيفيد بعد كذلك في توفير يعني وترشيد يعني الطاقة إن شاء الله. طبعا احنا في المملكة عندنا ميزة خاصة الحمد لله رب العالمين، دولة إسلامية تقوم على الإسلام، فنحن يجب أن نستدرك أن ديننا الإسلامي أمرنا بحفظ النعم وشكر الله عز وجل على هذه النعم، فلا بد أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم من أجل أن تدوم. والحمد لله رب العالمين بلد إسلامي تقام فيه الشرائع الإسلامية، جميع الخدمات متوفرة لدينا، ولاة الأمر يدعموننا بشكل كامل، مجرد نريد تعاون مع بعضنا البعض من أجل أن نوصل العديد من الرسائل إلى هذا المجتمع الجميل. الله يجمع علينا النعمة يا رب والأمن والأمان في البلد الكريم الحمد لله. شكرا لك، شكرا لفريق العمل اللي معك. بكرة 8:30 ترى بيطفون عليكم اللمبات يعني في الرياض، وفي بعد كذلك في المنطقة الشرقية، وفي جدة، في الجبيل، وعسير بعد
يعني كنا سمعنا عدد من حتى عشير المناطق بيكونون معاكم. وفي وصلتنا من المدينة أيضا، لكن التفاصيل ما بعد اطلعت عليها. ربنا ما يجون إلا في الأخير يسجلون. طيب شكرا لك عجلان العجلان، رئيس الحدث العالمي هو ساعة الأرض في السعودية.